نعم سهل. رسول الله. قال المؤلف: الفصل الثالث عشر: المبالغة في الاستنشاق للصائم. الحديث السادس والعشرون: عن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. نعم الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. أصل هذا الحديث أن لقيط آه اسمه، نعم، عاصم. يعني هذا حديث عاصم بن لقيط عن أبيه قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء. هو سأل أولا أخبرني عن الوضوء، لكن المصنف رحمه الله أورده هنا مختصرا: أخبرني عن الوضوء. فقال يعني أي أخبرني عن كمال الوضوء، كمال الوضوء، لأن الوضوء فيه المجزئ، وهو ما ذكره الله في آية المائدة والنساء. هذا المجزئ معي اللي هو غسل الفرائض، مم. لكن أو مسح الرأس، والمقصود هنا أي كمال الوضوء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء. وإسباغ الوضوء يكون بماذا؟ يكون بإقامة الفرائض والسنن، ومن ذلك أن يغسل كل عضو ثلاث، هذا من الإسباغ. مم. وإقامة السنن من تخليل الأصابع، هذا ثبت في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من إسباغ الوضوء. ومن إسباغ الوضوء كذلك دلك الأعضاء، لا يكفي جري الماء فقط، نعم يجزئ، لكن كمال الوضوء يكون بدلك الأعضاء التي تغسل، تكون بدلك مم. الأعضاء التي تغسل، فإن هذا كذلك من كمال الوضوء ومن إسباغه. وإسباغ الوضوء فيه فضائل كثيرة، وفيه حرص كذلك للصحابة رضي الله عنهم في إسباغه. ثم قال: وخلل بين الأصابع، المقصود أصابع اليدين والرجلين، أصابع اليدين والرجلين. وبالغ في الاستنشاق، يعني بالغ في إيصال الماء إلى باطن الأنف، فإن هذا كذلك من كمال الوضوء ومن إسباغه، إلا أن تكون صائما. لماذا المبالغة؟ إلا أن تكون صائما، هذا الاستثناء خاص بالاستنشاق فقط في الحديث، يعني نعم. نعم. الاستثناء إلا أن تكون صائما فلا تبالغ في الاستنشاق، خشية أن يدخل شيء إلى جوفك فيبطل الصوم، فيبطل الصوم. وفي هذا الحديث من الفقه، إن كما قال الخطابي رحمه الله: إن وصل الماء إلى الدماغ يفطر الصائم إذا كان ذلك بفعله، لأن الأنف من الدماغ معي، ولكن لعله يقصد ما له منفذ إلى البطن أو الجوف، مم. كالأنف والفم، فلهما منفذان إلى البطن. وعلى قياس ذلك قال: وعلى قياس ذلك كل ما وصل إلى جوفه بفعله من حقنة وغيرها، الحقن المغذية، سواء كان ذلك في موضع الطعام والغذاء أو في غيره معي. يعني نعم. إذا أخذ حقنة مغذية فإنها تفطره. واختلف إذا دخل من ماء المضمضة والاستنشاق إلى جوفه بالخطأ، يعني إذا كان هو معتاد مم. مثلا المبالغة في الطبيعي
ونسي في رمضان مثلا وبالغ في الاستنشاق ودخل في بطنه شيء، ففيه خلاف. فعند الإمام مالك وأبي حنيفة والشافعي في أحد قوليه، أي قول الشافعي، أنه يفسد الصوم. وقال أحمد بن حنبل وإسحاق والأوزاعي وأصحاب الشافعي أنه لا يفسد الصوم لأنه في حكم الناس، وهو الصواب، أنه في حكم إيش، أو هو الأرجح، لأنه في إيش، في حكم الناس. نعم. نعم. الفصل الرابع عشر: صلاة التراويح. حديث السابع والعشرون: عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة مخصفة أو حصيرا، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيها، فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته، ثم جاءوا ليلة فحضروا، وأبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم، فلم يخرج إليهم، فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب، فخرج إليهم مغضبا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال بكم صنيعكم، حتى ظننت أنه سيكتب عليكم، فعليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير الصلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. نعم. قوله احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة مخصفة أو حصير فصلى فيها. حجيرة بضم الحاء تصغير حجرة، حجيرة بضم الحاء تصغير حجرة. مم. مخصفة أو حصيرا نفس المعنى، تمام. يعني مم. المخصفة أو الحصير هنا شك الراوي، هذا في شك للراوي. ومعنى احتجر حجرة، مم. معنى احتجر حجرة أي حوط موضعا من المسجد بحصير ليستره فيه ليصلي فيه. يبقى عمل غرفة، يعني محاطة أو مثل الغرفة في المسجد بالحصير، حتى لا يمر بين يديه مار ويتوفر خشوعه وفراغ قلبه معي. يبقى إذا النبي صلى الله عليه وسلم نعم. أنشأ بمثابة خيمة مصنوعة من حصير في المسجد حتى يصلي فيها بالليل، وفيه جواز ذلك، ولكن بشرط ألا يكون فيه تضييق على المصلين في المسجد. وكذلك لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم دائما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجرها بالليل يصلي فيها، وينحها بالنهار، يعني يبعدها في النهار. وفيه جواز النافلة في المسجد معي، وفيه جواز النافلة في المسجد، وهذا أصل في جواز صلاة التراويح جماعة، لأن فيه جواز الجماعة في غير المكتوبة. وفي هذا الرد على مم. من زعم البدعة الحسنة استدلالا بقول عمر: نعمة البدعة هذه. فإن عمر لم يقصد أن التراويح بدعة حسنة. لماذا؟ لأن لها أصل في الشريعة، وهذا الحديث من هذه الأصول، أن فيه جواز الجماعة في غير المكتوبة كما سيذكر معي. فتتبع إليه رجال وجاءوا يب. يصلون بصلاته، يعني صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهو متخذ هذه الحجيرة، ولم ينكر عليهم، مم. لم ينكر عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز في حقه أن يرى مخالفة ويسكت، لا يجوز ذلك في حق، لا يجوز في حق تأخير البيان عن وقت الحاجة كما يقول الفقهاء، لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة، فلا يسكت
عن منكر عليه الصلاة والسلام، ولا يسكت عن بدعة. فلما تتبع إليه الناس من الصحابة وصلوا بصلاته ولم ينكر عليهم معي، فدل ذلك على أن مهم. صلاة التراويح جماعة خلف إمام واحد له إيش أصل في الشريعة، وما له أصل في الشريعة لا يكون بدعة بحال. وما له أصل في الشريعة لا يكون بدعة معي. نعم. وفي الحديث هذا، حتى تفضل. مم. تريد شيئا؟ لا لا، هنا قال ثم جاءوا ليلة فحضروا. نعم نعم، سنأتي. وأبطأ. سنقرأ نعم. ثم إيه، جاءوا ليلة اسم ما وصلنا. نعم. نعم. ثم جاءوا ليلة فحضروا وأبطأ، يعني بعد ما صلوا أول يوم في بعض الروايات الأخرى، وثاني يوم الثالث جاء، فالنبي صلى جماعة. الله عليه وسلم مم. تبطأ عنه. لماذا؟ خشية أن يفرض، خشية أن تكون فريضة. مم. لأن بعض العلماء لما الله أكبر. يأتي مثلا في فعل النبي صلى الله عليه وسلم الاستمرار على شيء يجعلونه بمنزلة الفرض معي. العلماء لما يأتي مم. الفقهاء مم. علماء الأصول، لما النبي صلى الله عليه وسلم يداوم على فعل شيء يقولون إيش داوم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا عند بعضهم يدل على وجوبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نعم. أبطأ، يعني لم يرد الخروج. لذلك جاء في بعض الروايات الأخرى إني لإيش ها في نفس يعني معنى الحديث، إني لأترك العمل وهو أحب إلي خشية أن يفرض عليكم. إني لأترك مثل السواك. إيه. نعم إني لأترك العمل، لا مثل التراويح. تمام. السواك له إيش الخلاوة. أشياء مم. منعته عن هذا، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا في أظن في التراويح معي، قال إيش إني لأترك العمل مم. وهو أحب إلي خشية إيش أن يفرض عليكم. فجاءوا في اليوم الذي لم يخرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم فرفعوا أصواتهم عند بيته وحصبوا الباب، يعني ألقوه بالحصى. يعني قد يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي فيذكرونه بهذا. فخرج إليهم مغضبا مم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم، يعني سيفرض عليكم أيوة. أو ستفرض عليكم صلاة التراويح. فعليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. فهنا فيه شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته ومراعاة لمصالحهم معي. نعم. وفيه كذلك نعم. جواز صلاة النوافل المرتبة في المساجد معي، نعم. كالتراويح والعيد والكسوف والاستسقاء. العيد طبعا بعضهم يرى أنه لا بد أن يكون في العراء، وكذلك صلاة الجنائز معي، ولكن فيه خلاف بين العلماء، مم. فمن رأى أنه يجوز صلاة العيد في المسجد فلا يعاب معي. وكذلك صلاة الجنازة من السنن التي هجرها الناس أن يصلى عليها خارج المسجد. هذا كله مختصر من نعم. كلام الإمام النووي رحمه الله مع إضافات. نعم. نعم. جزاك الله خير. هذا يذكرني بقوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم نعم. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نعم صحيح. صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير. الحديث الثامن والعشرون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة، ثم يقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. هنا طبعا مر معنا شرح هذا الحديث معي، وذكرنا ما معنى إيش هذا الأمر. ومسألة العزيمة
هي ضد إيش؟ الرخصة. فإن الرخصة مم. مثلا أن تمسح على الخفين، والعزيمة وهي أفضل أن تخلع وتغسل رجليك. الفطر في السفر رخصة، والعزيمة أن تصوم إذا لم يكن هناك مشقة معي، ويجوز الصيام في السفر. يبقى إذن العزيمة هي ضد إيش؟ الرخصة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب. الرو- هل تسمعني؟ مم. تسمعني؟ أسمعك جيد الحمد لله. نعم. كان أسمعك يرغب، نعم أسمعك. نعم يرغب النبي صلى الله عليه وسلم يرغب. في صيام في قيام رمضان، وذكر جملة الترغيب: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. الفصل الخامس عشر: طبعا هنا الاعتكاف. الحج. العزيمة يعني معنى كلام بعزيمة أمر فيه، يعني أنه لا يعزم عليهم ويفرض عليهم هذا الأمر، بل يندب ويرغب في هذا الفعل. نعم. لا خير. آه، الفصل الخامس عشر: الاعتكاف. الحديث التاسع والعشرون. دقيقة. عن ابن عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. يعتكف العشر الأواخر من رمضان. والاعتكاف هو ملازمة المسجد تقربا إلى الله تعالى، فإن الاعتكاف هو ملازمة الشيء معي. لذلك لا يجوز العكوف عند قبر رجل صالح أو ما إلى ذلك تعظيما له، لأن هذا الاعتكاف بلزوم المسجد هو عبادة لله سبحانه وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان، ويجوز قضاؤها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف لشهر رمضان ثم قضى الاعتكاف بعد ذلك، ثم قضى الاعتكاف بعد ذلك، وهو ليس بواجب كما أوجبته المعتزلة، فإن المعتزلة توجب الاعتكاف في رمضان، هذا من أقوالهم، وهذا ليس بصحيح. فإن الاعتكاف مندوب إليه سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركه وقضاه بعد ذلك، فتركه له يدل على ماذا؟ يدل على سنيته، وقضاؤه له يدل على أنه سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قضاها بعد رمضان. نعم، أظن في محرم أو شوال، لا أتذكر. لا خير. وجاء في الحديث المسند جاء في الثلاثون. المسند عند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20، وهذا إسناده صحيح على شرط البخاري معي. كان يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20. ويجوز الاعتكاف للنساء، ويحرم على الرجل ويبطل اعتكافه إذا باشر أهله، ولو كان خارج المسجد لا يجوز، فإنه يبطل بذلك الاعتكاف. ويجوز للمرأة أن تعتكف بإذن زوجها إذا أمنت الفتنة في المسجد. نعم. الحديث الثلاثون: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة 21، وهي ليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال: من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر. نعم. هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط، اللي هي من 11 رمضان. من رمضان. مم. معي. وهذا الحديث نعم نعم. أخرجه البخاري كذلك، أخرجه البخاري. طيب. نعم. ثم غير النبي صلى الله عليه وسلم إيش اللي هي يعني هذا التوقيت إلى آخر 10 من رمضان. معي. وهذا الليلة التي خرج فيها، ليلة 21، هي التي قلتها لك، التي كان فيها المطر، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا فيها إيش؟ ليلة القدر. تمام. فيها ليلة مم. القدر، لأن هذا الحديث في البخاري لكن فيه زيادات لم يوردها المصنف هنا. يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته، يعني على جبهة النبي صلى الله عليه وسلم أثر الماء والطين. وهذا الذي إيش ذكر في الرؤيا من ليلة القدر. معي. ولكن منعوا ذلك بماذا؟ بالجدال. نعم. الفصل عشر: الاجتهاد في عشر الأواخر. صوتك يتقطع. عفوا، تسمعني الآن؟ صوتك يتقطع طيب، الآن كيف؟ الآن نعم. كيف؟ نعم جيد. الحمد لله. الفصل السادس عشر: الاجتهاد في العشر الأواخر. الحديث 31. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا ليله، وأيقظ أهله، وجد وشد المئذرة. نعم. هنا في هذا الحديث إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، قلنا العشر الأواخر، لأنه خلاص ما لم يعتكف في العشر الأوسط إلا العام، ثم بعد ذلك جعل الاعتكاف في العشر الأواخر كما مر معنا. شد مئزرة، هذه كناية عن إيش؟ كناية عن اعتزال النساء. كناية عن اعتزال النساء أو اجتهاد في العبادة، لا بأس. كما قال الشاعر: قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم عن النساء ولو باتت بأطهار. يبقى شد المئزر هذا يحتمل أو فيه معنى الاجتهاد مع اعتزال النساء. فهمت؟ فيه معنى الاجتهاد في الطاعة نعم. مع اعتزال النساء. وأحيا ليلة أي سهر الليل فأحياه بالطاعة، وأحيا نفسه بسهره فيه. وأحيا نفسه، لماذا أحيا نفسه؟ لأن النوم أخو الموت. صح؟ النوم أخو الموت. نعم. فالنوم هو إيش؟ الموتة الصغرى. أخو الموت. نعم. وأيقظ أهله أي للصلاة. وأيقظ أهله للصلاة، فلم يدع أحدا من أهله يطيق القيام إلا أقامه. يوقظ أهله إذا بقي من رمضان 10 أيام، كما تروي ذلك زينب بنت أم سلمة، أن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بقي من رمضان 10 أيام يدع أحدا من أهله يطيق القيام إلا أقامه. معي.
وذهب بعض العلماء إلى أن نعم اعتزاله النساء، لماذا؟ لأنه كان يعتكف. تمام، لأنه كان يعتكف. وفيه مم. نظر، فيه نظر. لماذا فيه نظر؟ لقوله في الحديث وأيقظ أهله، فإنه يشعر بأنه كان معهم في البيت، فلو كان معتكفا لكان في المسجد نعم ولم يكن معه أحد نعم معي. وفيه نظر كذلك هذا القول. نعم لماذا فيه نظر؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفت معه امرأة من أزواجه، اعتكفت معه امرأة ما شاء الله. من أزواجه، فقد يقدر أنه أيقظ المرأة التي كانت تعتكف معه صلى الله عليه وسلم. نعم. جاءت في جاء اللفظ وأحيا نفسه زي لا ما لا، ذكر، هذا تفسير يعني في ذكره، حديث هذا تفسير، هذا آخر. تفسير. لا لا، هذا تفسير ذكره الحافظ ابن حجر. أحيا نفسه بعدم النوم معي، وأحيا ليله بالطاعة. نعم فهمت؟ لا، هو لماذا صح. ابن حجر الله. ذكر هذا؟ يعني ليلمح لك لماذا ذكر أحيا. لأن لماذا أحيا معي؟ ما هو كان ممكن يقول إذا دخل العشر لأنه ضد ضد. قام ليلة، صح؟ كان ممكن يقول هذا، إذا دخل العشر قام نعم ليلة، لكنه عبر بأحيا، نعم لأن الإحياء يكون بالطاعة في الليلة، نعم وكذلك بالضبط. بعدم النوم. مم. نعم. نعم، يعني ذكر الشيء بضد. نعم. نعم. التماس ليلة القدر. الحديث الثاني والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا ما تقدم من ذنبه. نعم. وذكرنا هذا، ما معنى الإيمان والاحتساب؟ أي تصديقا بالأمر ذكرنا هذا. واحتسابا لإيش؟ للأجر، غفر له ما الأجر. تقدم من ذنبه. نعم. وليلة القدر نعم. فيها تقدر ما يحدث في العام ويكتب، لأنك تعلم أن الله عز مم. وجل، مم. أو أن هناك 4 أنواع للكتابة. كتابة المقادير لها 4 أنواع. النوع الأول الكتابة الأزلية، وهذه الكتابة التي كتبها الله عز وجل في اللوح المحفوظ، وهي المذكورة في حديث مسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. فهذه كتابة أزلية قبل خلق الإنسان. وهناك كتابة عمرية، يعني في عمر الإنسان، وهي المذكورة في حديث عبد الله بن مسعود: حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، إلى آخره. وعندك كتابة سنوية في كل عام، وهي ليلة القدر. الكتابة في ليلة القدر يعلم الله الملائكة بما هو جار هذا العام من أرزاق وأحوال، يعلمها ربنا عز وجل للملائكة. لذلك قال إيش فيها؟ يفرق كل أمر حكيم، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. نكمل إن شاء الله بعد ما نغلق ونفتح. بارك الله فيك. مم.